3 كذبات في عالم الصحة. الكذبة الأولى إنه في مشروبات أو أكل بيحرق الدهون. جسمك ما رح يحرق الدهون المتراكمة عنده إلا إذا في عجز في السعرات. طول ما هو ما في عجز في السعرات رح يستخدم الأكل اللي بتدخله كطاقة. لما تعمل له عجز في السعرات رح يضطر يحرق الدهون، مش إنه أكل أو مشروبات رح تخليه يحرق الدهون. الكذبة الثانية هي المفضلة عندي، جسمك بطل يحرق ولذلك لازم تصدمه بتغيير الأكل عشان يرجع يحرق. إذا فعليا جسمنا بطل يحرق رح تموت. ولذلك هو لا يتوقف عن الحرق، ولكن إذا بدك تخليه يحرق أكثر فاتحرك أكثر. إذا بدك تخليه يحرق أكثر ابني عضل عشان ترفع الميتابوليزم ويصير يحرق أكثر، مش إنه تغير أكل وتصدمه عشان يرجع يحرق. وبالنسبة للكذبة الثالثة فهي الأكثر انتشارا وشيوعا، وإنه السكر هو سبب نصاحتك. طبعا سبب نصاحتك هو الأكل العشوائي والأكل زيادة عن اللزوم. لما بتاخد أكل أكثر من حاجتك سواء سكر أو غير سكر راح تنصح، وإذا بتاكل أقل من احتياجك أو ما يساوي لاحتياجك اليومي حتى لو كان في سكر ما راح تنصح. أكلك زيادة عن حاجتك هو سبب نصاحتك. وإذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن في برنامج غذائي وتمرين يوصلوك لأهدافك ابعت كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. سلام.